حمود يا بابا حبيبي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا بابا، الله يحفظك، الله يحفظك ويطول بعمرك. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أما بعد أحبتي في الله، أولا أوصيكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أخواني الكرام، أوصيكم مشاركة المقطع ومشاركة قناتي، شاركوا عند أخوانكم وأصدقائكم لكي تنتشر القناة أكثر. اليوم بلغ عمر ولدي حفظه الله 9 أشهر و9 أيام بالميلادي، و9 أشهر و19 يوما بالهجري. ما شاء الله يا بابا. طبعا يا أخوان، أنا حبيت اليوم هذه أكلمكم، يعني قلت يعني بدل ما أجلس في أقص، يعني بدل ما أجلس أتكلم كذا يعني كلام عن ولدي وبس، فحبيت قلت أجيب بكل مقطع فيديو يعني فائدة وقصة من القصص الذي يعني سمعناها في الزمان الأول أو الزمان الآخر أو إلى آخر الكلام. فالذي أيدني في هذا الأمر فأتمنى يعني يشاركنا رأيه في التعليقات، والذي يعني يخالف هذا الأمر أتمنى يشاركنا في التعليقات. جزاكم الله خير. طبعا كل يوم الكلام عن والدي، كل مقطع يعني أتوقع الناس بيملون من المقاطع، لكن يعني على بكل هذا أجيب قصة، فأتوقع هذا أفضل. فأخترت لكم اليوم قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، وأسأل الله أن يجمعنا به ويجمعنا بالخلفاء الراشدين ويجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بابا حبيبي. طبعا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه الجميع يعرف قصته. يعني كعب بن مالك عندما تخلف عن غزوة تبوك، الغزوة الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميع، الذي كل الغزوات على كل غزوات رسول الله تعتبر غزو يعني فرض كفاية، إلا غزوة تبوك جعلها الله فرض عين على كل مسلم قادر ومستطيع. طبعا القصة يعني يتكلم فيها كعب بن مالك نفسه، تكلم فيها كعب بن مالك. فقص لنا القصة رضي الله عنه، وقال يعني في القصة هذه فوائد كبيرة. أول ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت يعني جمع الناس، طبعا يعني يعني كعب بن مالك قال فجلس اليوم الأول وقال سيتجهز اليوم الثاني، فجاء اليوم الثاني والمسلمين يتجهزون، فجاء اليوم الثاني وهو يعني قال تجهز اليوم الذي بعده، حتى خرج رسول الله في اليوم الأول فقال إن شاء الله سألحقه بعد يوم، وجاء اليوم الثاني وهو الشيطان حريص على نفسه، فقال فأغواني الشيطان عن الذهاب، حتى آخر يوم فأغواني الشيطان عن الذهاب. قال فخرجت بعدها بأسبوع وأنا لم أرى أحدا بالمدينة إلا من كان له عذر أو إنه منافق نفاقا ظاهرا، يعني منافق وبائن نفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك ماذا فعل كعبا؟ فقال واحد من الصحابة قال إنه يعني تبين يكلم رسول الله أنه يعني من المنافقين، فقال سعد والله ما رأينا منه إلا خيرا يا رسول الله. يعني سعد بن معاذ شهد إلى كعب أنه يعني ما رأى منه إلا خير، ما رأى منه شر من حين أسلم حتى الآن. فعلا يعني الصاحب والشخص يعني عندما يكون ثقة في نفسه يعني عارف أن صاحبه هذا يعني فيجوز الشهادة له. قال فعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة قال فجاء المتعذرون أصحاب الأعذار، هذا يقول عندي عذر كذا، وهذا قال عندي عذر كذا، وهذا قال عندي عذر كذا.
قال فدخلت أنا وأنا أقول والله ما أتكلم إلا صدقا. فدخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما وصلت إلى رسول الله قال لماذا خلفك يا كعب؟ قال والله لو كنت واقفا، قال كعب والله لو كنت واقفا أمام أحد يا رسول الله وقد هيأ لي الكذب، يعني لكني لم أكذب عليك، في معنى الكلام لم أكذب عليك، والله ما تخلفت، ما كان أيسر مني ولا أنشط مني عندما تخلفت، لكن يعني ما حبسنيش أي عذر إلا جلست كذا يعني بدون أي عذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الأول كان يدوا الأعذار ويستغفر لهم رسول الله ويذهبون. فهذا الشخص يعني كعب بن مالك صدق رسول الله وصدق الله، فقال والله ما حبسني لا عذر ولا شيء. فكان يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، اذهب حتى يعني يأذن لك الله، حتى يأتي أمر الله إليك يعني به. فجاء بالوقت يعني فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يكلموا الثلاثة، لا يعني عندما ذهب لحق بعده 2 من المسلمين ولا زالوا يكذبونه حتى كاد أن يرجع لكي يكذب نفسه، يقول أنا كان عندي عذر، لكن يعني كان يريد يرجع لكي يقول إنه المرة الأولى كاذبا، إنه كان كاذبا. قال حتى كنت أن أرجع فسألتهم هل أحدا قال مثل قولي؟ قالوا نعم، هلال بن أمية وربيعة، نسيت اسمه ربيعة، هلال بن أمية وربيعة ما تقريبا نسيت الاسم. فقال هذا قدوة، هذا من أهل بدر يعني نقتدي بهم. قال فذهبت إلى بيتي فجاء الأمر إلى الصحابة ألا يكلموا الثلاثة. قال فأما هلال بن أمية ربيعة وأما ربيعة وهلال بن أمية فكانوا ناس يعني كبار بالسن فجلسوا في بيوتهم، وأما أنا فكنت أنشط القوم وأشبهم، فكنت أخالط الناس وأذهب مع الناس. قال ورسول الله لا يكلمني ولا الصحابة يكلموني. فقال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلي بالمسجد وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يعني هو ينظر إلي عندما ألتفت إليه يقف عني يعني يذهب بنظر عني لا ينظر إلي. قال فكنت أوصل إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول السلام عليكم، فأنظر إلى شفا فم رسول الله لكي أرى أنه يتحرك ولم يتحرك. قال فجلست على هذه الحال 40 يوم وأنا على هذا الحال. 40 يوم. قال فلا الأرض التي كنت أعرفها كانت كما كانت، ولا يعني 40 يوم والناس كلهم لا يكلموه. تخيلوا أخواني الكرام أن 40 يوم لا يكلمك أحدا، أحب الناس إليك لا يكلمك، أحب الناس إليك. قالوا بعد 40 يوم إنما أنا جالس هكذا في السوق فرأيت واحد ينادي أين كعب بن مالك؟ قلت من هذا الذي ينادي كعب بن مالك؟ كل المسلمين لا ينطقون اسمي. قال ففرحت، فعندما وصل إلي قال جاءني كتاب قال فيه يعني إنه من ملك غسان، ملك من ملوك الروم. فعندما فتحته رأيت فيه إن قد وصل إلينا خبر
أن صاحبك قد جفاك فتعال إلينا نواسيه. ملك، لأن كعب بن مالك كان شاعرا وكان مشهورا، فتعال إلينا نواسيه. فقلت هذا من زيادة البلاء، فذهبت به بالكتاب وأحرقته لكي لا يسولني نفسي فيما بعد. شوف الإيمان فقلت هذا من زيادة البلاء. فكنت على ما قال، كنت يعني في هذه اليوم 40 نادى مناد أن يجتنب الثلاثة الذين خلفوا أن يجتنبوا. قال الله تعالى قال فضاقت بهم الأرض بما رحبت. يعني حتى قال كعب بن مالك فلا الأرض الذي كنت أمشي عليها ليست الأرض الذي أعرفها، تغير عنده حتى، يعني تغير عنده كل شيء. تخيل إنك 10 أيام تمشي، 10 أيام فقط ليس 40، 10 أيام وأنت تمشي بدون ما أحد يكلمك. تقول للشخص السلام عليكم، تقول لأعز أصحابك السلام عليكم، فلا يرد عليك السلام. الله المستعان. ففي اليوم 40 جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء خبر أن يعتزلوا الثلاثة، يعتزلوا نساءهم. فجاء عندما وصل إلى كعب الكلام قال ماذا أفعل؟ أطلقها؟ قال لا، بل اتركها. قال فأمرت زوجتي أن تذهب إلى بيت أهلها حتى يأذن الله. قال فذهبت وجلست 10 أيام، يعني من هذه اليوم، يعني والبيت لا يوجد فيه إلا أنا. قال وفي اليوم 50 قال نادى منادي أبشر يا كعب بن مالك. قال عندما سمعت كلمة أبشر انشرح صدري وقال فرأيت الشخص الذي يبشرني وليس لدي شيء. قال وما لدي إلا ثيابي الذي علي. قال يعني طرحت له، يعني حليت ردائي لكي أهديه بحق البشارة. قال فذهبت إلى المسجد، فقال أول ما دخلت المسجد قام إلي طلحة. قال وما أنسى هذه طلحة. لا، في قصة قبلها إنه ذهب إلى ابن عمه وأعز أصحابه في بستان. قال نطيت من فوق البستان، من فوق دخلت من خارج من خلف الباب، احنا نقول من فوق السور أو من فوق الحائط. فدخلت إليه فرديت عليه السلام. قال فلم يجبني. قال أشهدك الله والرحم، هل أنا أحب الله ورسوله؟ فلم يجبني. قال فكررتها مرة أخرى. قال فلم يجبني. قال فكررتها المرة الثالثة. قال فلم يجبني. قال حتى كررتها وبكيت، هل تراني أحب الله ورسوله؟ قال فعندما سمعها قال له الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. أعز أصحابي، شوف، أعز أصحابي قال الله ورسوله أعلم. قال فجاء اليوم 50، غلاق اليوم 50 يوما والناس لا يكلموه. قال فجاءت البشارة فذهبت إلى المسجد وقام إلي طلحة، وما أنساها لي طلحة. قال فأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مبتسما وقال أبشر بيوم أحب إليك منذ ولدتك أمك، أحب الأيام إليك. فقال الله تعالى، فقال يا رسول الله خذ من أموال صدقة، مالي صدقة. فقال خذ عنك مالك. فنزلت الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
في سورة التوبة براءة. فقول الله تعالى عندما قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت، يعني هو تكلم عنها، فلا الأرض الذي أعرفها. وهذا ما عندي وما أريد أن أطيل عليكم، وأتوقع أني أطلت المقطع. وأسأل الله أن يجزيكم الخير ويرفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله أن ينصر إخواننا في جميع بقاع الأرض، وأسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأسأل الله أن يجمع شمل المسلمين عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير.